35 سنة مرت على أحداث تيزي وزو، هو يعرف بالربيع الأمازيغي، ومنذ ذلك الوقت عرفت القضية الأمازيغية العديد من المحطات والتجاذبات لتنتهي بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية. أحداث 20 أفريل من عام 1980 جاءت بعد 17 شهرا من وفاة الرئيس بومدين، حيث سمحت لنشطاء القضية الأمازيغية باستغلال حادثة منع الكاتب مولود معمري من إلقاء محاضراته بجامعة تيزي وزو لتحويل القضية إلى الشارع والمطالبة بالاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية الوطنية. لا أحد ينكر اليوم البعد الأمازيغي في أصولنا كجزائريين، مما مكن القضية من أن تحقق عدة مكتسبات منذ ذلك التاريخ. وستبقى أحداث الربيع الأمازيغي المؤشر الأول على الوعي السياسي في الجزائر، والحلقة الأولى في بداية انكسار الخوف في بلادنا بعد فترة الغلق خلال حكم بومدين، وتلتها أحداث إضراب المحفظة في عام 1994 ومسيرة حركة العروش في 2001. اليوم الأمازيغية في المدارس والإذاعة والتلفزيون، وتم الاعتراف بالأسماء البربرية في القاموس الوطني، بالإضافة إلى التظاهرات والمهرجانات الثقافية، وهي مكاسب لا رجعة فيها في الجزائر.